قالوا زمان. قالوا زمان، وحلقة جديدة من حلقاتنا الأمثال الشعبية من تراثنا الشعبي الجميل. ومثلنا النهاردة بيقول: على قد لحافك مد رجليك. وحكاية المثل ده زي ما بيقولوا زمان إن كان في شاب غني جدا ورث ثروة كبيرة قوي عن أبوه، وللأسف كان مسرف جدا جدا لدرجة إنه كان بيصرف على أي حد ويعزم أي حد ويشتري أي حاجة لأي حد. وطبعا كلنا عارفين أصحاب المصالح اللي مفيش أكتر منهم في الزمن ده، وأكيد كلنا قابلنا الناس دي في حياتنا. المهم، أصحاب السوق دول كانوا بيستغلوه أسوأ استغلال. وطبعا أول ما فلوسه خلصت وصرف ثروته كلها عليهم، كلهم اتخلوا عنه وبعدوا عنه، لأنهم طبعا مش أصحاب حقيقيين بتوع مصلحة فقط. المهم إنه فقد كل ثروته والدنيا ضاقت بيه. بدأ يدور على شغل عشان يقدر يعيش، واشتغل فعلا في بستان. وصاحب البستان ده لاحظ إنه ما بيعرفش يشتغل وما بيعرفش في الشغل قوي، وشكله باين عليه كده إن هو ابن ناس وابن عز، وشكله مش متهان وإيده نظيفة ولبسه نظيف. سأله عن قصته وعرف إنه ابن فلان. وسبحان الله، صاحب البستان ده كان يعرف أبوه، وما كانش مصدق إن كل الثروة دي تخلص بالسهولة دي وفي الوقت القصير قوي ده. المهم، الراجل ده أكرمه وجوزه بنته، بس نصحه إن لازم ياكل من عمل إيده عشان يحس بالتعب ويحس بقيمة الفلوس، زي ما احنا بنقول في زماننا كده: ياكل من عرق جبينه. وقال له: أنصحك إنك تمد رجلك على قد لحافك. وطبعا احنا كالعادة حطينا شوية الملح والبهارات بتوعنا، وطلعنا بالمثل اللي بيقول: على قد لحافك مد رجليك. ودي كانت قصة المثل الشعبي المعروفة والمتداولة بينا في الزمن ده. جيل بعد جيل وزمن بعد زمن بيقولوا المثل ده، وبيكون دايما في صورة نصيحة: على قد لحافك مد رجليك. احنا بقى بنستخدم المثل ده كتير، شبه يوميا هتسمع المثل ده. طب المثل ده بيتقال امتى؟ المثل ده بيتقال لما نبتدي نتمرد على حياتنا ونطلب أكتر من إمكانياتنا، وطموحنا بيزيد عن حده بما لا يتناسب مع ظروفنا ودخلنا وعاداتنا وتقاليدنا. محتاجين نبطل نصرف أكتر من اللازم على حاجات ممكن تكون مش مفيدة أو مش ضرورية. لازم نمشي بسياسة الأهم فالمهم، بالذات في الزمن ده. محتاجين يكون عندنا شعور بالرضا والقناعة، يكون عندنا أهداف وطموح. طبعا مش عيب ولا حرام، بس نكون راضيين بالنتائج ومش ساخطين عليها. يعني المفروض نعيش حياتنا ببساطة ودون تكلف، نكون معتدلين، لا بخل حد التقشف ولا مسرفين حد التبذير. وده على فكرة كان من أهم وصايا سيدنا لقمان لابنه، زي ما جه في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اوعى تحرم نفسك لذة التحدي والمغامرة والتجربة، بس بحدود، عشان ما توصلش لمرحلة الندم في يوم من الأيام. والشاعر أبو العتاهية بيقول: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. كنت معاكم أحمد عبد العزيز، دمتم في أمان الله.